سعد الطرير لصالح المطلق لماجد قدام الجول. ماجد ولسه كرة مع بالجول. بالجول في الدقيقة 42. في الدقيقة 42 محيسن جمعان الملقب بالكبرى. محيسن جمعان يعيد لنا في هذا اللقاء أمجاده اللي متعنا واستمتعنا فيها. نشوف الكرة. هذا ماجد، خش ماجد وخش مع حسن خليفة، راحت لمحيسن على طول. محيسن بيساره وبذكاء وبخبرة حطها في المرمى اللي ما كان متواجد فيه أحد. في حسن خليفة طايح في الأرض. هذا محيسن جمعان اللي بذل مجهود في تحقيقه للهدف الثاني، وشايف حسن خليفة طايح على الأرض. فريق الاتحاد مدرب الفريق وأعضاء الفريق، أنا زي ما قلت إن النصر هو حامل اللقب أو حامل الكاس حتى هذه المباراة، وبالطبع رايح يسعى جاهدا للمحافظة على كأس خادم الحرمين الشريفين. العام الماضي واستطاع النصر انه يكسب الاتحاد بهدفين مقابل هدف في دور الثمانية. لذلك سيشهد هذا اللقاء جمال في الأداء وجمال في متابعة عشاق الكرة السعودية لهذه الأمسية الكروية الجميلة. حسن خليفة زي ما تشوفون وتشاهدون حمل في سيارة الإسعاف من جراء الاصطدام اللي حصل بينه وبين اللاعب ماجد عبد الله، وفي كرت أحمر لاعب من لاعب الاتحاد تم طرده حتى الآن. ما أدري منه، إنه هذا اللاعب يبدو إنه رياض عمر اللي يحمل رقم 16. وفي تغيير، أحمد سالم رايح ينزل بدل حسن خليفة. أحمد سالم رايح ينزل بدل حسن خليفة، واللاعب اللي طرد هو رياض عمر رقم 16. وبذلك سيلعب فريق الاتحاد مجبر مكرها أخاك لا بطل ب10 لاعبين بما فيهم حارس المرمى. أصبحت فرصة النصر كبيرة جدا في ال3 دقائق الباقية أو ال4 دقائق. طبعا اللي قدامكم شايفين 47 دقيقة انتهت من شوط من زمن المباراة. حكم المباراة شايف استأنف اللعب من بضربة مرمى وليست ببداية. حكم المباراة بدأ المباراة من ضربة اسقاط.